بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في قناتكم بالعربي تمرين 2 برنامجكم كود ازرق. معكم هشام بالقاسي. لكل اخواتي في الوطن العربي هجاوب على اسئلتكم. ليه اخد الماجستير او الدكتوراه، او لو عايز اعمل بكالوريوس ليه اخده في الجامعات المصريه؟ ليه اتعلم في مصر؟ بص يا سيدي، في حاجات كتير جدا مميزات، ونتكلم عن المميزات عشان المميزات جميل جدا انت تعرفها عشان خاطر تتعلم في مصر. اول حاجه لازم تعرفها ان في جامعات معتمده. بمعنى ايه؟ بمعنى اكيد في دوله من الدول بتاع حضرتك، لو انت في السعوديه او الامارات، بيعترفوا ببعض، مش كل الجامعات، بعض الجامعات المصريه. فاذا هتنزل مصر تاخد الماجستير او الدكتوراه في وقت قليل ان شاء الله، ترجع بلدك تبقى معترف بيك في بلدك اللي انت مثلا حاصل على الماجستير او الدكتوراه او البكالوريوس من الجامعات المصريه او من كليه التمريض في الجامعات المصريه. هي دي بس الميزه الواحده؟ لا، ميزه التكلفه. وانا والله انا عامل الفيديوهات وهتكلم معاكم بكل صراحه، واعذروني ان انا هتكلم بصراحه لان انا بحب الخير ليكم واكيد اتمنى ليكم الخير. بصوا يا جماعه، انا كهشام مصري لو انا في السعوديه، الريال السعودي بيعمل كام مصري؟ تقريبا بيعمل 6 او 7، انا ما اعرفش دلوقتي حاليا كام، والله بيعمل 6 مثلا، 6 جنيه مصري. فانا ال1000 ريال ب 6000 جنيه مصري. طب الدولار بيعمل كام؟ ال1000 دولار بيعمل 25000 جنيه مصري. انتوا متخيلين الرقم؟ فانت حضرتك بمعنى اصح العمله بتاعتنا عمله ضعيفه، عمله انا مش عايز اقول لفظ، بس هي عمله بيسموها متدنيه، يعني قليله القيمه وسط العملات بتاعت حضرتك. الدينار الكويتي تقريبا بيعادل 80 جنيه مصري. انتوا متخيلين الرقم رهيب. فانت حضرتك لو عايز تيجي تتعلم في مصر تقدر تتعلم في مصر بتكلفه قليله جدا. ودي حاجة ميزة جدا جدا جدا، ميزة تنافسية في مصر، عكس ما تروح انجلترا. لو رحت انجلترا هتلاقي اليورو او الجنيه استرليني العيشة ممكن تكون صعبة. طب يا هشام، نرجع بقى للتكلفة. هل التكلفة في مصر بسيطة في المعيشة؟ بصوا يا جماعه، احنا رغم الظروف الاقتصاديه التي نمر بها، ظروف اقتصاديه على المصريين، بتكلم تاني على المصريين مش على حضراتكم، على المصريين الظروف الاقتصاديه علينا صعبه. ليه؟ لان احنا بنتعامل بالقيمه العمله بتاعتنا. احنا مثلا انا بقبض 3000 جنيه، هو ال 3000 جنيه دوت مثلا بنعيش باربعه، فالعيشه بتاعتنا بتبقى صعبه كمصريين. اما حضراتكم فرق العمله، عشان كده هتلاقوا معظم المصريين بيروحوا عند حضراتكم، بيروحوا يسافروا الخليج، بيسافروا اوروبا، عشان خاطر يبعتوا لاهاليهم يعيشوا، ويبعتوا تحويلات الدولارات او الدولاريه عشان خاطر البلد تقدر تقف على رجليها ونقدر نعيش. فهتلاقي في فرق العمله ده بيعمل مكسب للناس كتير، وبيقدروا يعيشوا بفرق العمله. انا بكلمكم بكل صراحه عشان احنا اخوات مع بعض والله. فطيب انا استفدت ايه؟ انت حضرتك لما تحول فلوسك الريالات لجنيهات مصريه او انت تحوله لدولار، هتجي تقدر تاخد الماجستير بتكلفه اقل من ايه؟ من بلدك. سي مثلا الماجستير عندك بيكلف 70,000 ريال، حضرتك ممكن تاخد الماجستير هنا في مصر مثلا انا بقول مثلا بحوالي 10,000 ريال بس. فانت وفرت 60,000 ريال. انا بقول شفتوا القيمه قد ايه قد ايه؟ انتوا فاهمين قصدي؟ طيب حاجه كمان، مميزات. ودي بقى المميزات الجميله جدا بعيدا عن التكلفه وبعيدا ان في جامعات مصريه معتمده. الجامعات المصريه ليها عراقه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني حضرتك جامعه القاهره ليها جامعه قديمه قوي، حضرتك هتشوف تنوع ثقافي وتنوع ابداعي رهيب جدا 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 جدا. طب ما انا لو خدت في اوكسفورد او رحت انجلترا او رحت استراليا او كندا، اوكي كل ده معاك، بس في حاجه، اللغة الأم هي اللغة العربية. فأنت حضرتك هتتعامل مع بشر وكمية تنوع ثقافي رهيب. وبالذات لو أنت رحت بقى، أنا قلت لكم هتكلم معاكم بكل صراحة، لو رحت مناطق اللي هي القاهرة أو اسكندرية. ليه؟ لأن إحنا عندنا مصر بتتقسم، مصر العلوية اللي هي الدلتا أو اللي إحنا بيسمونا الفلاحين، ودي فيها جامعات معينة. أنا واحد منهم في جامعة كفر الشيخ، يعني أنا في جامعة كفر الشيخ في أقصى الشمال. وفي جامعات تانية اللي هي بقى الجامعات الصعيد، وفي جامعات بقى تانية اللي هي الجامعات المتنوعة زي ايه؟ زي القاهرة وعين شمس وحلوان، دي جامعات متنوعة. جامعة اسكندرية جامعة متنوعة. اشمعنى؟ فيها ثقافات كتير، هتلاقي بقى من جميع انحاء العالم في قلب الجامعة. خلاصة الكلام، من جنوب شرق اسيا لاوروبا لنيجيريا. بصوا، كل التنوع الثقافي اللي ممكن تلاقيه في حياتك هتلاقيه في القاهرة واسكندرية بالذات. ده بكلمك بصراحة.
طيب التنوع الثقافي ده مفيد؟ حضرتك هتشوف ثقافة اهل مصر الطيبين هتتعامل معاهم. وانا بقول لكم بصراحه وكمصري، والله اكيد اتعاملتوا مع المصريين بره، يعني اخواتنا العرب اكيد اتعاملوا مع المصريين. بصوا يا جماعه، احنا كمصريين مع مصريين، يعني احنا لما بنتعامل مع بعض سواء هنا في مصر او سواء بره تعاملنا بيبقى صعب، والمصريين يعرفوا الكلام دوت. احنا مع بعض يعني مش عايز اقول لفظ عشان ما يحسبش عليا. احنا المصريين لما بيتعاملوا مع المصريين جوه بيبقى التعامل صعب، عكس بقى اخواتنا العرب. لو انت حضرتك جيت مصر هنا، احنا يعني مش هقول لكم بس عشان انتوا اخواتنا العرب، كمان احنا اي وافد علينا بنحبه جدا. اه والله، وبنساعده، نحب نساعده جدا. يعني مثلا لو اخ سعودي قال لك انا عايز اروح بس الاهرامات، 1000 واحد هيوديه. انا عايز اروح كليه التمريض جامعه عين شمس، 1000 واحد هيوديه. حصل حاجه لاختك او اختي، بصوا، 1000 واحد هيكون سند ليها. المصريين جدعان جدا، جدعان جدا وطيبين يا جماعة. المصريين أصلهم طيب والله، لو اتعاملتوا معاهم بيحبوا العشرة، ولاد نكتة، بيحبوا الضحك، بيحبوا الهزار، ناس لذيذة. أنا بكلمكم والله 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 بحكم إن أنا عايش وسطهم، وأنا مش هسافر بره لأن أنا بحب أعيش في الجو بتاع مصر. جو مصر ممتع جدا جدا، مش جو اللي هو الوزر او اللي هو السماء والسكاي والكلام ده كله والسحاب والمطر، لا لا لا. الجو العام، الروح في مصر. والمصريين لو بيسمعوا الفيديو دوت يعرفوا ان في روح في مصر. فانت حضرتك لما تاجي وسط اهلك وناسك صدقني هتلاقي الروح. طيب هتقول لي يا هشام، ده الافلام والمسلسلات بيطلعوهم بلطجيه وناس وحشه. بص حضرتك، في كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش، بس شعب مصر يعني مش عايز اقول لكم 99.9 طيبين جدعان رجاله، يفهموا في الاصول كل ما تتخيلوا. والله والله هتسأل مصر عندك هيقول لك الكلام دوت. بس زي ما قلت لكم احنا كمصريين مع بعض بنختلف. احنا لما بنتعامل مع بعض بنتعامل يا بحاجتين، احنا ما بنتعاملش غير بحاجتين، يا بالقوه يا بالمحبه. يعني عشان بالكم، فاحنا التعامل بيننا وبين بعض المصريين بيبقى تعامل صعب شويه. اما اخواتنا العرب بالعكس، ده احنا بنبقى رحماء عليهم، بنبقى والله الا من رحم ربي، الكل قاعده شواذ انا عارف. بس هقول لك على حاجه، لا قدر الله انت وقعت مع واحد لا قدر الله مش حلو او واحده مش حلوه، بص حضرتك، في 1000 ايد هتساعدك. القوة الشرطية عندنا قوية جدا، الناس عندنا والعادات والثقافات قوية جدا، بنحب جدا الشهامة والرجولة والكرم، نفس المبادئ العربية المتأصلة فينا. صدقوني، بلد إسلامية، بلد قايمة على الإسلام، بلد قايمة على القانون. لو انت حصل لك اي موقف هتلاقي 1000 ايد تساعدك وسط اهلك وناسك. عايزين تسألوا اسألوا كل اخواتنا اللي موجودين وسطينا، ال5 ل9 مليون شخص اللي موجودين، اخ واخت عزيزة يعني اعزاء علينا موجودين في مصر. سوريين، تونسيين، سودانيين، من كل ليبيين، من كل حتة. والله والله اتعاملت معاهم ناس محترمة جدا واخواتنا، وهم احسن مننا في بلدنا. انا بقولها لكم صراحة، واتمنى ان هم يبقى احسن مننا وتجارتهم احسن مننا 1000 مرة. ربنا يعين بلادهم ويقوم بلادهم لحد ما هم بلادهم تقف على رجليهم ويرجعوا بلادهم تاني، واحنا نبقى ضيوف عندهم في يوم من الايام ان شاء الله. يعني ربنا يحفظ بلادنا بس نبقى ضيوف عندهم في الرخاء والسعادة احنا وهم، وربنا يحفظ بلادنا العربية. طيب في اسئله كمان، اروح جامعه عين شمس ولا حلوان ولا طنطا ولا اسكندريه؟ ده كله هجاوبه على فيديوهات عن طريق الزوم، عشان اقول لكم الخرايط واوريك ازاي تفكر كمصري، ازاي تعيش كمصري، ايه تكلفتك. التكلفه الماديه دي مهمه جدا حضرتك ليك. المعامل الامان بتاعك قد ايه؟ يعني مثلا انت حضرتك لو رحت مثلا وليكن جامعه مطروح مثلا او جامعه اسيوط، في امان ولا مفيش امان؟ طب انا عايز مثلا اجمع ما بين السياحه، اتفسح جوه ومثلا جوه بلدي واتعامل مع ناس كتير، كوميونتي متعدد، وكمان اتعلم، ايه اللي اعمله؟ كل الحاجات دي ان شاء الله اجاوب عليكم فيها. والله العظيم منتظر اسئلتكم. الورق هقول لكم همسك جامعه عين شمس واقول لكم جامعه عين شمس بتعمل في البكالوريوس 1 2 3 4، والتكلفه 1 2 3 4، في حضور ولا لا، اونلاين ولا لا، كل الحاجات دي هجاوبكم عليها، عين شمس ولا لا. بس في الغالب هستخدم الزوم، يعني احتمال استخدم الزوم عشان استخدم الخرايط عشان اعرفكم الاماكن وازاي تسافروا وازاي تروحوا مصر. ولو انتوا عايزين تيجوا تزوروني في الشمال ان شاء الله، يعني بيتي مفتوح ليكم، وازاي توصلوا لي بكل بساطه. شكرا لكم في الفيديو دوت، وانتظروا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. مع السلامه.